مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. كل سنة وأنتم طيبين ومكملين بقى في وصفات رمضان الصيامي. وطالما عملنا الكنافة امبارح يبقى لازم النهاردة نعمل القطايف. النهاردة هنعمل القطايف في البيت بمنتهى البساطة، جوه الطاسة أو جوه صاج، وكمان هنعملها بإزازة أو هنعملها بالقمع، ومش هنقليها في الزيت. انسوا الزيت ده خالص، احنا القطايف النهارده بتاعتنا لايت وخفيفه. ومش هنحشيها فستق وجوز، لا ده هنحشيها فستق ولوز كداب، وهنحشيها حشوه بسيطه جدا واقتصاديه. وهنعمل ألذ واحلى حلو ممكن تاكله في رمضان، جامد جدا جدا جدا. كل الكلام ده بكوبايه دقيق، يعني مش هتشتريها تاني ومش هتشتري بالاسعار الغاليه دي، بس هيكون عندك المكونات اللي انا هقول لك عليها. اول حاجه هنعمل الجهاز اللي هنعمل بيه القطايف. هو عبارة عن شبكة وصاج من الصاج بتاع القطايف. ما عندناش، طب الجهاز ده نعمل ايه؟ طاسة تيفال، تمام كده. دي العجينة، حلو. العجينة هنسويها بايه؟ بالقمع. شايفين ده الكيس بتاع الحلواني؟ هو اللي هنعمل بيه القطايف النهارده. ما عندناش كيس الحلواني، ازازه وتعملي لها فتحه صغيره. طب هنعمل عجينه القطايف في ايه النهارده؟ هنعملها في الخلاط. يعني مالكيش حج ابدا، النهارده هتعملي احلى والذ قطايف. بس جهزي معايا الحاجات دي، جهزي معايا الصاجة، وجهزي معايا كيس الحلواني، وجهزي طاسة تيفال. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة طبعا لازم نعملها في القطايف، لازم نعمل العجينة بتاعة القطايف. عجينة القطايف سهل، شايفين؟ روعة روعة بجد، تحفة. مستحيل تفرقوها عن الجاهزة، حلوة جدا جدا جدا، تستاهل ألف لايك. تعالوا دلوقتي نشوف عملناها ازاي، وتعالوا نشوف مكونات العجينة بتاعتنا وكمان مكونات الحشوة بتاعتنا. كل ده هتشوفوه معايا. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه، اتمنى تدوسوا على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، تفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناه، ميرسي جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم الحلوه. ويلا نشوف عملنا القطايف الجميله ازاي، وتعالوا نشوف مكوناتنا وطريقه عملها بسيطه قوي قوي قوي. اول مكون عندنا في القطايف وهو الدقيق. لازم تختاروا نوع دقيق يكون كويس علشان خاطر بس يطلع معاكم قطايف حلوه. الدقيق بمنتهى البساطة لازم تنخلوه كويس جدا، ويستحسن يكون دقيق مخبوزات. شايفين شكل الفرق بين القطايف اللي اتعملت من دقيق المخبوزات واللي اتعملت بدقيق العادي؟ طبعا في فرق كبير. جوه الخلاط زي ما انتم شايفين كده، انا حاطه كوبايه من الميه، حاطه عليها كوبايه ونص من الميه، عليها كوبايه ونص من الدقيق، عليها رشه من الخميره الصغيره، ورشه من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من النشا، ورشه صغيره ومعلقه من السكر، ونص كوبايه من سميد البسبوسه. نقول مكوناتنا مره تانية. كوبايه ونص دقيق، كوبايه ونص ميه، معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعايا رشه ملح صغيره، ونص كوبايه من السميد. بيعملوا معايا العجينه الحلوه دي. طريه جدا عجينه القطايف، شايفين؟ عجينه طريه قوي 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 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى نسويها. طبعا تاني حاجه هنعمل الشربات بتاع القطايف. هنسيب العجينه دي تختمر كده وتاخد وقتها، يعني في حدود نقول كده نص ساعه. في الوقت ده نعمل الشربات. كوبايه ونص من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه وعصره ليمونه، ونسيبهم يعقدوا كويس جدا. كوبايه ونص الميه دول لازم يرسوا على كوبايه الا ربع. يعني عجينه القطايف دي لازم، او شربات القطايف ده لازم يبقى تقيل جدا جدا عشان ما تبش مني. تعالوا بقى نجهز الحشو. بص الحشوة دي عبارة عن كنافة. أنا هجيب عندي شوية كنافة زادوا من امبارح، لو مستويين أو لو كانوا مش مستويين. يعني مثلا دلوقتي دي كنافة نية، اوكي. لو عندي حته كنافه زايده من امبارح، من اللي عملتها امبارح، مفيش مشكله، ممكن نحشي منها. هنجيب بقى الكنافه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نقطعها صغير قوي قوي. يعني بصوا شايفين حاجات خفيفه. يفضل او يستحسن الكنافه تكون ناشفه عشان الحشوه تبقى جميله. نحط على الكنافه دي معلقتين صغيرين من الزيت، ونقلبها كويس جدا بحيث ان الزيت يعني بصوا يتخلل الكنافه خالص. كاني كده بعمل كنافه في صينيه، مفيش مشكله خالص. وبعد كده بضيف عليها معلقة كبيرة من السكر البودرة. السكر البودرة بيخلي الكنافة ليها طعم حلو جدا. يعني بصوا جربوا الكنافة من غير السكر البودرة، تحسوا ان لا، مش هي. السكر البودرة هو اللي بيعمل طعم واو للكنافة.
تقدروا بقى تضيفوا ايه هنا، هتحمروها، هتنزلوها بقى جوه الطاسه وتبداوا ان انتوا تحمروها لحد بقى ما تبقى لونها زي الكراميل كده، تبقى متحمره. طب ممكن نحشيها نيه، هي ممكن تتحشي نيه، بس احنا بندور على حاجه حلوه بمكونات اقتصاديه. حته التحمير دي هتخلي القطايف طعمها حلو جدا. فيعني ما تستخسروش شويه وقت في ان انتوا تطلعوا حاجه جميله ولذيذه. مش مشكله الحاجه تاخد وقت اطول، بس تطلع بيرفكت وزي اللي بنشتريها من بره. لان طبيعي اللي بنشتريه من بره بيبقى متعوب عليه، فاحنا لازم كمان نتعب في حاجه البيت شويه عشان تطلع الحاجه جميله. انا كده حمرت القطايف، حمرت الكنافه، شايفين بتبقى زي لون الكراميل بالظبط. طب نحط عليها ايه عشان تطلع معانا الشكل الجميل او الحلو؟ نجيب بقى المكسرات اللي عندنا. عندي هنا جوز الهند، بحب دايما استخدم جوز الهند المش مبشور، بحب الخشن ده بيبقى حلو جدا في طعم المكسرات، رهيب. ونضيف عليه زبيب طبعا. عندنا اي مكسرات، فول سوداني، اي حاجة عندنا في المكسرات دي نحطها، ونحط عليها بقى الكنافة ونضربهم مع بعض عشان نحشي بيهم القطايف. اهم حاجة في عجينة القطايف لما تيجوا تنزلوها او تحشوها، لازم في شوية تركات هقولها لكم عشان القطايف ما تشققش منكم وما تبصي وتفضل طريه. حتى يعني في القطايف اللي بنشتريها من بره لو ما حفظناهاش كويس، تاني يوم بالظبط بتطلع ريحه الخميره بتاعتها وتبقى طعمها مش حلو. فتعالوا نشوف نعملها ازاي. الكلام اللي احنا شفناه ده هنقلبه كويس مع معلقه سكر ونضربهم جوه الخلاط، وبعد كده بقى ننزل عليهم الكنافه وتبقى دي الحشوه بتاعتنا. طب ايه موضوع الفستق الكداب؟ ولا اي حاجه، هتجيبوا فول سوداني تحطوا عليه معلقتين كبار من السكر، وبعدها انا هنا نزلت شويه من شربات القطايف علشان يمسك الحشوه من جوه، يخلي طعمها حلو. انا دايما بعمل الحركه دي، ممكن عسل جلوكوز، ممكن عسل نحل، ممكن شربات. نرجع بقى للفستق الكداب بتاعنا. عباره عن ايه؟ عباره عن فول سوداني بننزل عليه نقطه من اللون الاخضر ومعلقتين كبار من السكر، نفرمهم جوه الخلاط يبقى معانا احلى فستق كداب. نزلنا الكلام ده كله على الكنافه اللي احنا محمرينها وحطيناها على جنب، وتعالوا بقى نحشي القطايف بتاعتنا. اهم حاجه في حشوه القطايف ان القطايف تفضل طريه. طب ازاي القطايف تفضل طريه؟ يبقى عندك فوطه طول الوقت تغطي بيها اي قطايف تطلع بعد ما انت تسويها. سوى القطايف بتنزل بالظبط، بتاخد حوالي 3 دقايق وبتشيليها، ما تخليهاش اكتر من 3 دقايق. وبعد كده بتطلعيها على فوطه بيضه نظيفه وتغطيها بعد كده من فوقيها على طول علشان خاطر تبقى حلوه. وخلي بالكم لحسن تتلسع منكم، اول واحده لازم تتلسع، بعد كده بتطلع معاكم العمليه زي الفل وبرفكت. طبعا بتبلي صباعك ميه حاجه خفيفه وتقفلي القطايف عشان القطايف ما تفتحش منك. بصي بقى، عايزين تحمروها في الزيت حمروها، بس انا ما بحبش الطريقه دي، بحب دايما احطها في صاجه وادهنها حاجه خفيفه من الزيت واحمرها بقى في الفرن، تطلع رهيبه. شايفين رشيت عليها الفستق الكداب. اتمنى بقى الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناه، ميرسي جدا جدا ليكم. تابعوني في وصفات رمضان اللي فاضله، كل الوصفات ان شاء الله هنزلها لكم وكلها صيامي ونباتي 100%، عشان ناكل احلى كنافه واحلى قطايف. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.